في الحرب العالمية الأولى استشهدوا 15 جندي تركي اللي قتلهم الجيش البريطاني اللي كان جاي من مصر واحتل المنطقة، ودفنوا في عرق هذا المسجد. وهذا الحديث حكى لي الحاج محمد الباز الله يرحمه، رجل كان خدم في الشرطة البريطانية في حينه، وبيذكر جيد إيش كان هم بحكم عمله في شرطة عراق سويدان واتصالاته بشرطة بير السبع. وهو ذكر لي إنه هان كانوا مقبورين 15 شهيد تركي، قبورهم بارزة واضحة جدا، ولكن بعد 1948 أزيلت هذه القبور. أطراف إلى جنينة مثل ما بتشوف، بتحب يحاولوا يعني دائما. وللأسف الشديد هذا المسجد مهجور، مانعيننا من أداء الصلاة فيه، رغم أنه احنا بنطالب كل مشايخ البدو والوجهاء والمسلمين بشكل عام في الجنوب بيطالبوا بإخلاء هذا المبنى المسجد، ويتسنى لجمهور المسلمين أداء الصلاة فيه. اللي كان على المسجد انت شايف هاي هو للشارع للأسفلت، حوالي يمكن بيشربوا بيرة وبمخدرات ومش عارف وين. وهذا طبعا كذب، هذا ادعاء كاذب. تبين فيما بعد انه هم نية الاستيلاء على ارض الاوقاف، وهي واضح على ارض الاوقاف، يعني للشارع غاد للشارع هذا كل هذه الربع اللي في ظهر المسجد، وحتى المحكمة أنا عارف إيش نقول عليه، المحكمة يمكن بيقولوا إنه مبنى المحكمة اللي وبعدين حطوا الأصنام في داخل وإحنا بنحاول لليوم القضايا في المحاكم موجودة بيننا وبينهم، لكن انت طبعا بتلاحظ إنه الحوش اللي موجود على المسجد غيروا شكله، كان أبو متر ونص أصبح أبو 40-50 سم تقريبا أو أقل. وبعدين ظل بواقي له، يعني هم معنيين إنه يزال للنهاية. وبنوزن نشوف إيش نسوي، بتعرف ظروفنا مش سهلة يعني. هذا المدخل على أرض المسجد، لو انه مثل ما كان قديم، وهي شايف اثار محل الباب كان شايف هذا معلقوا الباب فيه، كان معلق الباب فيه. لو انه بدأ الصلاة في هذا المسجد للأسف الشديد. وإسرائيل بتتبجح وبتدعي انه دولة فيها عدالة وديمقراطية، وهي بعيدة كل البعد عن العدالة والديمقراطية. ومن هذا رايح مش رايحة تقدر كمان تدعي هذا الادعاء، لأنه الديمقراطيات رايحة تعم كل الشرق الأوسط، كل الشعوب العربية، كل الدول العربية. وهي مش هي عنصرية، دولة عنصرية، وأنا بقولها ومش ما بسوي حساب إلا لرب.